من الحمص المجروش. اليوم سويت لكم أطيب حمص بطحينة. شوفوا لي إياها، قوامها كريمي ومتماسكة. هاي الأشياء راح تقولون لكم إياها شلون صار هيك عندي لي حمص بطحينة بالفيديو. أول مرة نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. يلا نبدي الوصفة. هنا أنا أخذت الحمص المجروش، لأن أنا اختاريت هاي الوصفة لأن كل البيوت العراقية عندنا الحمص متوفر بكميات. وبعد هنا ما نظفته وشلت الشوائب من عنده، أو إذا أكو حصو أو شي ما مرغوب بيه. هسه راح أغسله مباشرة بدون تنقيع. شوفوا لي أهم خطوة قلت لكم بدون تنقيع، هذا الحمص ما يحب التنقيع. مباشرة غسلته وخليته على النار. إذا تنقعوه عندكم راح شلون يجزر أو يعصي، يعني يصير قوي. فبدون تنقيع مباشرة. اللي يسألني ليش مخليه الخاشوقة هيجي، أنا هاي أخليها على مود ما يفور عندي ويعني ودمر لي الطباخ. فأخليه هيجي أبد ما تسبب غليان وما تخليه ينزل. هنا بعد ما رفعت الرغوة عندي هسه يعني صار الحمص عندي مستوي نص استوى. راح أقلل النار، يعني أخليه على نار هذا وأغطيه وأتركه إلى أن يستوي. ورجعت له بعد ما استوى. طبعا مثل ما قلت لكم أهم شي لا تنقعوه، هذا الحمص أبد ما يحب تنقيع. شوفوا لي إياه شلون استوى، هذا كله بدون تنقيع. الحمصاية هسه مستوية فتحت تماما، يعني ما أعرف إذا مبين عندكم بالكاميرا. يعني الحمصاية استوت تماما وخليته برد تماما. تشوفوا لي بارد، كلش غلط نشتغله وهو حار، ما راح ينطيني القوام اللي أريده. هنا أنا بخلاط الفواكه راح أضيف 3 مكعبات من الثلج. اللي يسألني شنو سبب الثلج، طبعا هو ما أقولكم ضروري، بس يضيف لي للحمص بطحينة تماسك. وهنا أنا قليل كلش قليل من المي راح أضيفه على الثلج. خليتن أول مرة لأن ما خليت الحمص أول مرة لأن راح يكون قوامه ثخين وما يتحرك عندي بالخلاط، فخليت الثلج والمي أول مرة. وضفت من الراشي أو الطحينية ما يقارب نص كوب. وهنا أنا راح أضيف الكمون والكزبرة. الكمون والكزبرة يعني الكمون ما يخليه يسبب نفخة للبطن، والكزبرة تنطيني نكهة طيبة. هنا أنا ضفيت الكمون والكزبرة. هسه راح أضيف قليل من زيت الزيتون أو الزيت العادي، شنو اللي متوفر عندكم. طبعا الأفضل يكون زيت زيتون. وهنا أنا 3 فص ثوم راح أضيفهم على المواد اللي ذكرتهن. وهسه أكيد ما أنسى عصير ليمونة عصرتها وراح أضيفه ويا المواد اللي ذكرناهن. وما أنسى أكيد رشة الملح. وهسه راح أضيف الحمص. مثل ما قلت لكم الحمص لازم يكون بارد، لين إذا سويته هو حار يعني راح أذكر لكم السبب. راح نخلطه يكون قوامه شكل، ومن راح يرجع يبرد راح يرجع يثخن ويصير شلون عندنا محجر، فلازم يكون يبرد تماما. يلا نبدي نخلطه. هسه بديت بمرحلة الخلط. شوفوه بصعوبة يتحرك، فلهذا أنا بديت أحرك الخلاط على مود عندي الخلطة تتحرك ويستمر بالخلط. إذا شفتوه يعني وقف عندكم الخلاط ومو يوقف، بس تشوفون العجينة أو الخلطة كأنما وقفت، فنحركها بالخاشوقة، نطفي الخلاط ونحركها بالخاشوقة ونستمر بالخلط إلى أن صار عندي تشوفون الخليط صار كريمي تماما. وإذا وصلتوا لهنا وعجبكم الفيديو أتمنى ما تنسونا باللايك، واللي أول مرة يشوف القناة أتمنى تشتركون بالقناة. وخلص بهالطريقة صار عندي جاهز. بس خليته يبرد، خليته بالثلاجة على مود أحصل هذا القوام. تشوفوه هسه شلون متماسك، لأن إذا سويته وهو حار يعني أول ما نزلته من الخلاط، يعني مو القصد حار، بس القصد يعني حار من الخلاط إنه متحرك وخلطته. فخليته بالثلاجة برد يتماسك. وهسه بديت أسويه بهذا الشكل. بديت أرتب الوجه يعني شلون كأنما سويتها قبة. وهسه بالخاشوقة أو بالملعقة بديت أسوي هذا الحركة. طبعا هذا التزيين بسيط، بس حبيت يعني أشوفه لكم.
لأن هواي يسألون على طريقة التزيين. هنا بعد ما كملت هذه الحركة هسه أرجع هي بنفس الخاشوقة والملعقة بهذا الشكل، أرجعها إلى الوسط كأنما تصير بتلات الوردة. وهسه بعد ما أكمل هسه راح بالخاشوقة أسوي هذا الخطوط على مود تظهر عندي وتترتب بهذا الشكل. يلا واحنا نباوع الفيديو نصلي على محمد وآل محمد، نحصل الأجر والثواب إلنا وإلكم يا ربي. وهسه بهذا الشكل الدائري راح أرتبها من الوسط. وعندي بالنسبة للتزيين أنا عندي حمص عادي، ممكن تضيفون الحمص أو الزينوة بالكرفس أو المعدنوس أو الزيتون. هاي طريقة الزيتون اختيارية، انتو شنو عندكم متوفر تقدرون تشتغلون بيه. وهنا أنا بعد ما ضفت الحمص صار عندي بهذا الشكل. هسه راح بالشطل أو بالشوكة راح أبللها وآخذ من البابريكا بس على مود يصير عندي هذا الشكل، ومن تنشف أرجع أبللها وأسوي هذه الخطوة. طبعا هاي اختياري هيك بس مجرد هو للتزيين. وهسه راح أخذ كمية وأرشها على الحمص مثل ما قلت لكم، هذا للتزيين بس. وهنا أنا راح أضيف زيت الزيتون وأزين بيها وجه الحمص بطحينة. وهنا بقى عندي حمص زايد، فما أعرف هسه وأنا أصور جتني الفكرة إنه أرتبه بهذا الشكل. وصارت عندي هاي حمص بطحينة جاهزة. أتمنى اليوم الفيديو يكون عجبكم ويا ربي مليون عافية.